وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الآيات جاءت في سورة الشعراء التي ذكرت فيها قصة موسى عليه السلام من بداية النبوة إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وغرق فرعون ومن معه، واشتملت أيضاً على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. أتى الله الحكيم بهذا التفصيل في هذا الوقت الذي أمر به الرسول بالجهر بالدعوة ليكون أمامه وأمام الصحابة نموذجاً لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية الدعوة. وكذلك اشتملت هذه السورة على مآل وعاقبة المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم ولوط، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيكذبون بالرسالة بما سيؤول إليه أمرهم من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب، وكذلك ليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم إن صبروا. إن اتباع أبي بكر لمحمد وإعلان ذلك وزيادة أعداد مؤيدي محمد يعطيه قوة هي خطر علينا. هؤلاء الذين قلبوا العبيد علينا، بلال الأسود وأمثاله، أصبحوا يطالبوننا بالمساواة بينهم. سنصب العذاب عليهم صبا وسنحاصرهم في الشعاب حتى يعلموا قدرهم. لقد جهروا بدعوتهم دون أي خوف. وبدأت رحلة تعذيب المسلمين على يد الكفار في مكة. وصبرا على الأذى يا بلال لأوجاعك الجبال. قل إن اللات إلهك من دون الله لن نرحمك حتى تعود يا أسود الوجه. طريق الجنة بينادي ده مهما ربطوك بحبال. صبرا على الأذى حاربناهم بكل أساليب القوة والوحشية وما زالوا متمسكين بدين محمد. علينا أن نقاطعهم أكثر ونضيق عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. وجاءت الهجرة إلى الحبشة لتخفف عن المؤمنين شيئاً من هذا العذاب. وكانت الهجرة الأولى في رجب سنة 5 من البعثة. هاجر أول فوج من الصحابة 12 رجلاً ونسوة، رئيسهم عثمان بن عفان ومعه السيدة رقية بنت محمد. وقد بلغ مهاجري الحبشة بعد وصولهم بشهرين أن قريشاً قد أسلمت، فرجعوا إلى مكة
وعلموا جلية الأمر وأن قريشا لم تسلم، ثم اشتد الأمر عليهم وعلى المسلمين من قريش. وكانت هذه الهجرة الثانية، وكانت أشق من سابقتها، وعز على قريش ذلك، ووضعوا خطة محكمة وتوقعوا أنها لن تفشل، وأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة لإعادتهم، ولكن الله غالب على أمره. أيها الملك، إنه قد جاء إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم. قال جعفر: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. لقد فتح الله على جعفر بن أبي طالب حتى بكى النجاشي عندما سمع آيات سورة مريم، وبكت الأساقفة. إن هذا والله والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا أسلمهم إليكما أبدا. وقد عرض جعفر كل مساوئ الجاهلية وعوراتها، بحيث أصبح هذا الدين الذي يدين به وفد قريش تتقزز منه كل نفس بشرية. وكانت هذه هي الجولة الأولى، وبين لهم أن النبي لم يبدأ معالجة تقاليد الجاهلية من خمر وزنا وميسر وربا من أول الأمر، وإنما بدأ بلا إله إلا الله. فعندما دخلت قلوبهم وتعرف الناس بإلههم الحق، وكذلك تعبيدهم له وتذكيرهم بنعمة الله على عباده وبيان ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية، اطمأنت القلوب وأسلمت نفسها لله، فلا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما اختاره الله، واستقرت نفوسهم للطاعة وتنفيذ أوامر الله.